كيولي هو وطني اكثر منك، مسلم اكثر منك، وملكي اكثر منك. وشتي الخطوره ديال الهضره ديالو؟ كتولي انت اللي مغربي وانت اللي مسلم وانت اللي تضامنتي مع فلسطين وخرجتي في المظاهرات وكتقول ودي حنا كنتضامنوا مع فلسطين، ما كنتكلموش مع الملك نتاعنا. المظاهرات خاصه بفلسطين، ماشي بالملك، ماشي بالخارجيه المغربيه، ماشي بالقرارات نتاع السياده المغربيه. هو لا، الا قلتي هاد الهضره هو كيولي وطني اكثر منك وملكي اكثر منك، وكيولي وطني اكثر من لينا. كيقول لك انت الوطن جي، ملك جي، علمان جي، ملحد. شتي فين ولينا دابا؟ شتي فين ولينا دابا؟ وقال لك بان الملك، قال لك الملك يمكن ما سمعتهاش مزيان ديك الاولى، قال لك الملك هدده اليهود وكيلوا به اليهود المغاربه ما شفنا منهم حتى شي عباءه سعد الشرعي. اللعبه اللي كتلعبوها ضد اليهود في المغرب ما عندك ما تلعب فيها. فهمنا؟ اليهود المغاربه في المغرب منذ ما نعرف شحال من 1000 سنه ما عمر شافوا المغاربه منهم شي عيب. ما تيقتيش، سير دير بحوث ديالك. تخليهم يدركوا هذا البعد عندما يأتي ويصور لك إسرائيل ويقول لك مصلحتنا فيها سننهار سننهار. يقول واحد والله تغوت مالك غير مالك وليتي اكثر من امي نعيمه. مالك بارطاجي مالك سي دابا باش تناقشوا انت بهذا اللوجيك ديالك. فين كيمشي لك هو؟ كيمشي لشي لايف فيه 10 الناس، راه كاين لايفات ديال 10 الناس، 6 الناس، 7 الناس كيطلعوا كيقول لك لا حنا مع اسرائيل ضد حماس وضد المقاومه. هو يمشي هداك 10 الناس في ذاك اللايف ويخلط معاه هاد الناس اللي كينتقدوه. فهمت؟ باش كيخلطوا ويجرجر. لا، انا لم اساند اسرائيل، واسرائيل دارت جرائم في المسلمين، في الغزاويين، في الفلسطينيين، وكان ضامن مع حماس، وكان ضامن مع فلسطين، وكان ضامن مع الفلسطينيين. انت حقير، انت منافق، انت شعال العوافي، انت باغي دير لنا المشاكل في هذه البلاد. حشيتها لك ولا ما حشيتها لكش؟ ماشي غير انا، هاد 2000 هذه كلها بدون استثناء مع فلسطين، مع المقاومه الفلسطينيه، وكنضامنوا مع الفلسطينيين. والله ما تحشيها لنا، والله لا خرجنا نهضروا مع الملك ولا يحتجوا على الملك، والله لا حشيتيها لنا. اللي عنده شي حساب يمشي يصفيه. والاجنده ديالك ها منين دازت؟ عندي سننهار إذا ألغينا التطبيع، سننهار، الجزائر ستبتلعنا. كيف يقسموا الدولة؟ كيف يقسموا المملكة؟ على أساس 70 سنة أنهرت أنت. استطاع أن يضرك بوقروبة بشيء، استطاع أن يضرك بوتفريقة بشيء، استطاع أن يضرك كل رؤساء الجزائر. يا قزع هذا الخطاب هذا فهموا مزيان. قزع الجزائر لم تستطع أن تحصل على ما تريد من المغرب منذ تأسيس البوليزاريو. من 75 ما دارت والو، لم تستطع أن تنال ما تريده. ولكن الملف طول بزاف وأزعجنا وبرزطنا. فهمنا قزع بن كنزيع؟ الملف مزعج وخصو اتفاقيات دولية كبيرة، خصو منهجية ديال الاشتغال جديدة. فهمنا؟ داكشي علاش خرجنا من العباءة نتاع فرنسا. هادشي خصك تقولو ولا ما كتفهموش قزع بن كنزيع. خرجنا من العباءة نتاع فرنسا لأن فرنسا هي اللي طولت هاد الأمد ديال هاد الصراع، وبغات تخليه طويل باش تستافد لا من الجزائر لا من المغرب لمدة 40 سنة، وفرنسا مكوشة على هذه القضية هذه. وهذا هو اللي مزعج للأجندة الفرنسية.
هو أن المغرب بغى يخرج من هذه العباءة بعلاقات جديدة، وإسرائيل جزء من هذه العلاقات. بغيتي ولا كرهتي، إسرائيل جزء من العلاقات الدولية المتشعبة اللي المغرب دخلها باش يحل هذا المشكل اون فوا بور توت، لأن طولنا 50 سنة. داكشي علاش دار اتفاق ثلاثي، ودار اتفاقات مع الانجليز، ودار اتفاقات مع 4 ديال الدول في اوروبا الشرقيه ودول اخرى مع افريقيا، منطق جديد للمغرب. وهذا المنطق العلاقات الدوليه الجديده اسرائيل جزء من هذا الشيء، بغيتي ولا كرهتي، دوله معترف بها في الامم المتحده. فهمنا؟ انتم فلسطين ولا حماس دارت خيار المقاومه من اجل شعبها، الله يعاون، احنا معاهم. وحنا درنا خيارات نتاعتنا سياديه نتاعتنا، الله يعاوننا. انت وهذاك الاخر سيروا بحالكم، بعدوا علينا. والتسير كما قال حسن الفد، هذاك الحسن الفد، بعد علينا، بعدوا على المغاربه. ما سوقكش صاحبي، ما سوقكش، راه اخلاقيا ما سوقكش. انا كنتخيل راسي في اليمن كنعطي الدروس للحوثيين، وكنعطي الدروس انا للسنه وللزمر في اليمن. كنتخيل راسي انا في اليمن اعطي الدروس لليمنيين كيف يخاطبون دولتهم في اليمن. كنتخيلها كنحبس، مخي كيحبس، اقسم بالله لا مخي كيحبس. كنتخيل راسي في السعوديه كنوري للسعوديين، كنتخيل راسي في الجزائر كنوري للجزائريين، كنتخيل راسي في مصر كنولي للمصريين. مخي كيحبس. واذا به كنشوف هذا السيد هذا في المغرب وانا انتقده، وكيجيو مغاربه وينصرونه عليك، بل ويسبونه من اجلك، يسبونك من اجله، ويفترون عليك من اجله، وكيفتحوا عليك لايفات من اجله. وكيحطوا عليك الباطل من اجله. هنا كنبقى انا راسي كيتكوانسا، راسي كيحبس، راسك يحبس، وكتهضر بمنتهى العقلانيه، بمنتهى الموضوعيه، بعيدا. انا ما عندي حتى شي انتماء ايديولوجي ولا زعتي ولا كذا ولا كذا، وما وطنجي ما ملكجي ما حتى شي حاجه. انا مغربي وطني ملكي، شعاري الله الوطن الملك. لم ازايد على احد يوما بهذا الشيء. ما عمرني قلت لشي حد انا مغربي اكثر منك، ما عمر قلت لشي حد انت ماشي مغربي، ولا خونت شي حد ولا شككت في شي حد. كنطرحوا اسئله مع الناس اللي ضبابيه، اللي عندها مواقف ضبابيه وكدير شي حويجات ما مفهوماش، كنطرحوا اسئله. وكنقولوا عباد الله هذاك اللوجيك، هذاك اللوجيك اللي كيهضر به، هضروا به مع تركيا صاحبي. هضروا به مع تركيا. هضروا مع قطر. انا ما فهمتش كيفاش مثلا ما ديروش واحد اللايف هكذا وتهضروا مع قطر وتناقشوا لنا، نعم سيدي ليك، القاعده الامريكيه الكبرى اللي كاينه في قطر، ويتفتح لايف فيه 4 ساعات على اردوغان والمواقف نتاع اردوغان، وتحديته ماشي مره ماشي جوج ماشي 3. كيفتح اللايف كيعيط لهذوك تما كيبقاو يسبونا منهم، ويقول لهم الاكباش والاوباش وكذا كذا. زيد بشيء قبل أن توجد إسرائيل والمغرب متمكنة وتدافع عن الصحراء بكل شيء. الآن يأتي من يصور لك يا جماعة ويصور لكم على أنه إحنا لن تبقى الصحراء مغربية إلا إذا بقي التطبيع. شوفوا القرب، يعني وقاحة
ملك البلاد يقرن الصحراء بفلسطين. ايوا وشنو باغي مازال بني كلبون؟ اشنو مازال باغي يا بني كلبون؟ وشنو مازال باغي يا بني كلبون؟ انت كتقول بان ملك البلاد يوازي ويساوي بين فلسطين والقضيه الصحراويه. اش بغيتي انت مازال؟ وشنو بغيتي مازال من هذا الشيء؟ لاش داخل عندنا لاش؟ وشنو بغيتي من الفوق هذا الشيء كاع؟ وشنو بغيتي صافي ياك هذا قرار هذا تاريخي هذا الشيء واعر هذا الشيء ولا لا؟ ياك هادشي زوين هذا الشيء. ايوا شنو بغيتو مازال من الملك؟ اشرح لي دابا هادشي داك افتخرتي به حتى حنا كنفتخروا به وكنقولوه. واه فلسطين والصحراء ديالنا في نفس الموقف ديال المساندة والدعم والتعبئة كل شيء، ما عندناش مشكل هنا. ايوا شنو المشكل عندك؟ عرفتي امتى تقال هذا الشيء؟ هاد الهضره اللي كتقول انت تقالت ايضا اثناء توقيع الاتفاقيه الثلاثيه اللي كتسميوها انتم التطبيع. هاد الهضره تقالت لحماس وتقالت لمحمود عباس، تقالت للفلسطينيين، تقالت للمغاربه، هادشي كاع تقال. وشنو بغيتو مازال؟ بفلسطين بالقضيه الفلسطينيه، بينما هؤلاء الوطنجيه والعلمنجيه يقرنون الصحراء بالتطبيع باسرائيل. شوفوا التناقض الذي هم فيه. يا سبحان الله. خلاص الصحراء يا اخي موجوده، الصحراء ناسلت الصحراء ما تحتاج انت اسرائيل يا اخي، ما تحتاج انت اسرائيل ما عرفت تدافع. بارطاجي مالك هامسك؟ علاش راك تبحلى؟ مع اول مره كنشوف هذه الحاله هذه. اش نقول لكم السيد راه عيان نفسيا. السيد راه عيان، راه وصل لواحد المستوى ديال التعيانيت صعيب والله العظيم. ما كانش هكا، ما كانش في هذه الحاله هذه. السي محمد راك دخلتي في بارطاجيو. اتونسيون، كالمتوا. راه شرحت لك قندوع بن زندع، شرحت لك بان الموضوع نتاع الصحراء بناء على هذا الشيء اللي وقع في هذه الثلاث سنوات 4 سنوات الاخيره، المغرب باغي يحسموا ديفينيتيفمون على المستوى الدولي. كانت الامم المتحده وداك التخريق ماشي في الواقع رانا فيها. نشرح لك علاش. الخطاب الملكي اللي داز اخر خطاب ملكي سامي تكلم على واحد المنهجيه جديده، واحد المقاربه جديده، واحد الريفليكسيون جديده، واحد المنطق جديد ديال التعامل مع الثروات نتاع الصحراء والمؤهلات نتاع الصحراء ديالنا. هذيك الثروات وهذيك المؤهلات اللي تما خاصها تخدم وغادي تخدم. دونك خاص هذا الملف هذا يكون تطوى عمليا. غير الخطاب كافي باش نعلموا هذا الشيء، وعلى مستوى الدولي والاعترافات نتاع الدول وديال الامم المتحده خاصو علاقات جديده هي اللي دارها المغرب في هذه ال5 سنين الاخيره. منطق جديد والخروج على العباءه الكلاسيكيه اللي كانت لفرنسا. الا ما كتفهمش هذا الشيء سير غوت وقول بارطاجي وعلى شي حاجه د العصير، شي ما نعرف، خلصتي شي 50 غرام نتاع الكفته على شي حاد، فهمتي، خلصتي شي برادتين على شي حاد، وبعد عليك من هادشي، بعد عليك من هادشي. الله يرحم ليك الوالدين، بعد عليك من هادشي. عن نفسها اسرائيل جلبت الامه الصليبيه كلها تجي تدافع عليها من الامريكان للفرنسيين الى كل مكان. ما استطاعت ان تدافع عن نفسها اسرائيل، تدافع عنك انت. ثم لماذا تقزم نفسك وتبين نفسك انك ضعيف؟ وشكون قال لك دابا شكون هادو اللي كيقولوا اسرائيل غتدافع علينا؟ شكون هذا اللي كيقولها له؟ راه شوف الطريقه ديال النقاش عندهم، هذا اللي يولي بحالو اللي كيشيت له. كيمشيو للتيك توك لشي 3 الناس ولا 4 الناس، فهمت، وكيقولوا داك الهضره ديال اسرائيل غادي تدافع ما غتدافع.
اسرائيل عندنا معاها علاقات عسكريه، غتنفي انت بان الدرونات ديال اسرائيل ماشي سوفيزونت، ماشي افيكاس؟ غتنفيها انت؟ غتنفي بان اسرائيل عندها اسلحه اللي مع الاسلحه ديال تركيا، مع الاسلحه ديال الشينوا، ديال الانجليز وديال الامريكان، غادي نحميو بها حنا اكثر الارض ديالنا والتراب نتاعنا؟ فهمتش؟ ما فهمتش والله، زعما غريب هاد الهضره هادي، غريب. عرفتي غادي الصعار واكلهم الصعار، شد لهم الصعار على هاد القضيه ديال سميتو، باغيين يدخلوا لك تأنيب الضمير، المواطن العادي يدخلوا له داك تأنيب الضمير ديال العلاقات. حنا ما طبعناش، انا ما طبعتش مع اسرائيل وما غنطبعش، وانا جامي غادي نمشي لاسرائيل ولا غنتلاقى شي اسرائيلي يمشي نعرضو عندي للدار. التطبيع ديالي انا ما نديروش، ولكن الدوله عندها مصالحها، عندها علاقاتها، عندها استراتيجيتها، الله يعاونها، هي اللي عارفه. انا الدوله ما غاديش تجي تقول لي سعيد طبع بزز مع واحد الاسرائيلي راه جاي لطنجه سير عرض عليه الدار. الدوله ما غاديش تقول لي سعيد بزز على التصيله ديال التواصل تجدربوك، سير شوف واحد الاسرائيلي راه نزل في المطار، سير استقبلو وديه معاك للدار وكلو وشربو. اذا حتى انا ما غنوريش للدوله وشنو دير في علاقاتها. انا حر، والدوله اولا عندها السياده نتاعها، ماشي السياسي، سيادي، قرار سيادي. العلاقات المغربيه الاسرائيليه قرار سيادي، والقطع نتاع العلاقات غادي يكون حتى هو قرار سيادي، وما يتفرضش من طرف شي حد، لا انت لا مشعل لا شي واحد اخر. اذا قرر المغرب ان يقطع العلاقات غادي يكون قرار سيادي نتاع الدوله، ليس نزولا عند طلب احد ولا صراخ احد ولا صافي. فهم هاد الشيء القرعي، افهم هاد الشيء القرعي. راك انا ماشي دابا معاك انت، انا عارف عندك اجنده ديالك وعندك، كنهضر على الناس اللي مازال بنيتها معاك، اللي مازال من نيتها زعما مساكن، كنشرح لهم وشنو كاين الخطوره ديال الهضره ديالو، باش من بعد غيتعزلوا معاه شكون؟ غير اللي عندهم نفس الفكره، فكره اخوانيه اخوانجيه، ماشي الاسلام السياسي المغربي، ماشي ديال العداله والتنميه، لا 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 لا. الاخوان المسلمون راه كيدخلكم القضيه ديال والاخوان اليهود، لا 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 لا. الاخوان المسلمون حركه سياسيه منبعها مصر، وهو تنظيم عالمي عنده اغراض، عنده اهداف، بحاله بحال الصهاينه، بحاله بحال الشيعه، نفس اللوجيك، نفس اللوجيك ديال الاخوان المسلمين والحركه الصهيونيه والشيعه. هل تخيفنا بالاخوان؟ الاخوان المسلمين عندهم اجنده. شكون خرب تونس؟ شكون خرب مصر؟ شكون خرب ليبيا وسوريا واليمن؟ ماشي المخطط الامريكي التركي القطري وافتعال المظاهرات والاحتجاجات وكذا والدخول ديال الاخوان المسلمين؟ واش شحالكم كناكلوا التبن ولا؟ ها؟ شكون دار الربيع العربي؟ شكون؟ غتقول لي دارتو الطرشه ديال هذيك اللي ضربات هذاك اللي مات الله يرحمه. يا ودي ايوا شكون اللي كان كيدير له البروباغندا والمباشرات هكا؟ شكون؟ ماشي قطر. قطر وتركيا ما كيخدموش، الاخوان المسلمين ماشي عندهم، ماشي كاينه في تركيا وكاينه في قطر. ها؟ هو فين كرشتك ما علقتيش؟ غتخوفنا بالاخوان المسلمين؟ نخوفك بالاخوان المسلمين. واه الاخوان المسلمين خطيرين جدا. راك غلط ابن عمي. ايوا خويا راكم نتوما منهم. مستحيل 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 تدافع على الاخوان المسلمين الا ما كنتيش منهم. مستحيل. انا ما نقدرش ندافع عنها. واش ندافع على الشيعة؟ انا غندافع على الشيعة؟ ما يمكنش ندافع على الشيعة. الشيعة عندهم مخططات وكذا وتنظيمات دولية والتخربيق. الشيعة خطيرين. ندافع عليهم؟ انا نقول لك لا راه خطأ. لا، الشيعة ولاد الحرام.
الصهاينة ندافع عليهم أنا، الصهاينة بني كلبون أكبر ولاد الحرام، عندهم وعندهم 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 وعندهم. والإخوان المسلمين أيضا عندهم تنظيمات موازية، عندهم تنظيمات عميقة، عندهم هكا. إيوا اللي غيخلط هاديك مع المسلمين، لا ابن عمي، لا لا، المسلمين بوحدهم، حنا المسلمين، الشعوب المسلمة، هذه جماعة سياسية، جماعة سياسية، عندها المرشد ديالها، عندها نائب المرشد، عندها الرئيس ديال هادي، عندها الرئيس نتاع هادي، عندهم هذا. ومن يدافع عن الإخوان المسلمين لا يمكن أن يكون إلا منهم. ما يمكنش تدافع عليهم إلا ما كنتيش منهم. صافي. إيوا دابا إلا توضحت الأمور بهذا الاتجاه هذا مزيان، نعرفوا بعدا معاهم كنهضروا. ما يبقاش بنادم يقول لك أنا الشرعي كذا، الشرعي كله تقابي، منين ما تزديلو متقوب، منين ما تزديلو. الشرعي يكفي أنك تشوف بأنه كان مع سلطنة عمان وضرب في سلطنة عمان، كان مع البحرين وضرب في البحرين، كان مع السعودية وضرب في السعودية، كان مع الكويت وضرب في الكويت، كان مع الجزائر وضرب في الجزائر، ودابا كيقول لك أنا مع المغرب وهو باغي يتقبل المغرب من الداخل. راه غير هادشي تشوفوه صافي، ما تعاودش تثيق فيه نهائيا. راه ما يمكنش تثيق واحد كيكون هنا وكيضرب هنا، كيكون هنا ويضرب هنا، كيكون هنا ويضرب هنا، كيكون هنا ويضرب هنا، مستحيل تثيق فيه. إذا نتوما راهو دايرين قنطرة، ولكن كاين البسطاء مساكن، كاين اللي نية، كاين اللي كيشوفوا كيقول لك ولد الناس لا عمرها سلعة مسكين. فهمت؟ لنا الشرف أن نكون منهم. أيوا أخي أحمد مزيان، ها أنت اعترفت يا أخي أحمد بأنك من الإخوان المسلمين، شي اللي بغينا. مزيان. إذن أحمد باري من جماعة الإخوان المسلمين، هذه مزيانة بحال هكا، كنعرفوا معاهم كنهضروا صافي. يجي واحد آخر عاود يقولها، ويجي واحد آخر يقولها، ونعرفوا معاهم كنهضروا حنايا، باش ما يبقاش معنا بنادم كيهضر كيقول لك كذا كذا كذا. فهمنا؟ اللي كيدافع على اسرائيل بحال 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 راه قلتها لكم اصاحبي ذاك النهار، انا قلتها لكم، اللي كيخدم الاجنده الاسرائيليه بحال اللي كيخدم الاجنده نتاع قطر وتركيا، بحال اللي كيخدم الاجنده الاماراتيه، بحال اللي كيخدم الاجنده الايرانيه، بحال اللي كيخدم الاجنده الفرنسيه. كيف اي واحد كيخدم شي اجنده برانيه ماشي تاع بلادي انا ضده. هذا هو الموقف ديالي الواضح، أنا مع الأجندة المغربية من أجل المغرب، السياسة المغربية الجديدة، توقعات جديدة، علاقات جديدة، فرض ذاته إفريقيا، فرض ذاته دوليا، غادي شوية بشوية، غادي يفرض راسو اقتصاديا، غادي يدوز داك الساعة السياسي، وحمدناك يا ربي وشكرناك حنا ولينا لداك الشيء اللي بغيناه. غيتعطل شويه الشغل، معليش، البوادر باينه، البوادر كتبان، البوادر الخدمه كتبان، الرجالات نتاع الدوله كيبانوا لك. هاد الرجالات نتاع الدوله بالنسبه لهاد الشرعي كيسميهم الدوله العميقه. فهمت؟ هاد الرجالات نتاع الدوله اللي واقفين على هاد الشيء كامل في افريقيا، والعلاقات الجديده مع الامريكان، والعلاقات الجديده مع اوروبا الشرقيه ومع اسيا مع الهند. العلاقات المغربيه الهنديه راه عالم اخر ما عمر هضرنا عليه. ها انتم ضحكتوا، ها سمعتوا الهند ضحكتوا. واحد منطق اخر، هاد الشيء ابن عمي هو اللي كاين. هاد الرجالات نتاع الدوله اللي خدامين وكيوجدوا على المستوى الاقتصادي، على المستوى الدبلوماسي وكذا وكذا، المستوى الرياضي، هاد القرعي هذا كيسميهم الدولة العميقة. ويقول لك الملك ما كيحكمش، راه قالها في هذا اللايف هذا، راه قالها في مير الدلور، قال لك الملك زوين ما دار والو، الشعب زوين ما دار والو، شكون دار هذا الشيء؟ الدولة العميقة. لا بن عمي، هذه دولة ديال المؤسسات، والقرار كان سياديا،
وكل القرارات التي تتخذها الدولة سيادية. ما كاينش شي قرار كديروا الدولة ديالنا ماشي ما فيهش سيادة. وإلا كنت كتقول بأنه ماشي سيادي معناه أنك تسيء إلينا، تسيء إلى دولتنا، وتحمل مسؤوليتك. تحمل مسؤوليتك. التكنولوجيا، التطور التكنولوجي يا أخي ضاقت عليك الخريطة، ما عندك إلا إسرائيل. يصورون للناس هكذا إنه إحنا مصلحتنا وتطورنا ونماؤنا واستقرارنا وصحراؤنا ووحدتنا الترابية مرتهنة بهذا التطبيع، فإذا ما انفك هذا التطبيع إحنا لن نقاوم وستبتلعنا الجزائر. هذا وطنجي، هذا واحد وطنجي تسرى من الجزائر. الجزائر باش منين راه تجيب سلاح؟ الجزائر منين راه تجيب سلاح؟ كل دولة كتجيب السلاح من البلاد اللي بغات وعندها معها علاقات في إطار الدفاع. ما فهمتش أنا هذا القزع هذا، ما فهمتش. دابا شنو كان كيقول لي ذاك اليامات اللي ما فهمتش وشنو كان كيقول في دوك اليامات؟ وشنو كان كيقول؟ أنا بغيت نعرف وشنو كان كيقول. هذا الطرح الحمد لله انكشف هذا اللوبي المتصهين واللوبي الوطنجي الموجود في المغرب انكشف. وين كانوا وأين هم الآن؟ قبل طوفان الأقصى ما كان يجرؤ المغربي أن هو فعلا عنده الحق في هذه. انكشف واحد العدد نتاع الناس، ماشي لوبي، واحد 10 ديال الناس انكشفوا أنه مع إسرائيل. أنا أتفق مع هذه ديال الموضوعية والأمانة. انكشفوا واحد العدد نتاع الناس اللي كانوا كيقول لك حنا مع إسرائيل، كاين اللي فرح لإسرائيل وكاين اللي مريض في مخه. ما عرفت واش انسان حقيقي ولا لاعبها مغربي. انا سمعتهم فهمنا. ولكن انكشف اسعد الشرعي، انكشف المخطط نتاع اسعد الشرعي في هذا الشيء اللي وقع في هذا الشهر. ظهرت الحقيقه نتاع اسعد الشرعي. فهمنا. أن يعترض على التطبيع. كانوا هؤلاء لأنهم هم شردمة قليلون في المغرب، طلعوا أنهم ولا لهم وزن، شردمة قليل يعدون ربما بأصابع الرجلين ديالي أنا والمهدي شخصيا 20 50 80 شخص مغربي، لكنهم لديهم ترسانة إعلامية، هم المتصدرين في مواقع التواصل الاجتماعي. فكان كلما جاء مغربي يقول أنا ضد التطبيع يقمعوه. كان انتقاد التطبيع إلى ما قبل طوفان الأقصى فقط، إلى ما قبل طوفان الأقصى. وحتى أنا كنت إذا انتقدت التطبيع كأنها تقوم القيامة، حتى لدرجة أني قلت لهم يا جماعة ما رأيكم أن أنتم تضعوا التطبيع هذا واحد من الثوابت الوطنية الذي لا يجوز المساس بها. وقلت لهم ليش بتكبروا التطبيع؟ تطبيع قرار من حق أي إنسان يقول صح غلط، نناقشه نقبله نرفضه، في الأخير هو رأيي، لن نغير من آرائنا شيء. فكانوا يجمعوا المغاربة، كانوا يصورون المغربي الذي يرفض التطبيع أنه ضد الملك وأنه ضد قرارات الملك، رغم أن الملك ما تدخل في التطبيع ولا قرر الملك. شتي خطورة الأمر؟ ها اللي خطير كيبغي يبين لك بأن فهمت الملك مغلوب على أمره. هذه خطيرة صاحبي، هذه خطيرة جدا. هو في الظاهر شنو هو الظاهر الملك زوين، الملك ضد إسرائيل، الملك ضد التطبيع في الظاهر ديالو. وفي الباطن الملك ضعيف. هادشي اللي دار ما دارش بالقرار ديالو، راه قال لك ماشي سيادي، وقال لك شتي خطوره الهضره ديالو خطير جدا. اذا غادي نحبس هذه المهزله ديال هاد بني كلبون هذا، وغنقول له بني كلبون وسير كيعاود يقول لهم كيسبني. اسمع يا قزيع ابن كنزيع، عاود سعيد ما سجلتش هذيك، اتفق. الروكان والله العظيم شتي تعاود دير هادشي وتفتح عليا لايفان على شي واحد اخر من المغاربه، والله خير الروكان الا غير كتبهدل راسك، والله غادي تلي في داك التالي 10 بكم، اقسم بالله الروكان
والله حتى تسالات من اللايفات ديالك بداك الطريقه غتسالوا 10 الناس، 10 زعما. شوف غنقولها لك هكا بكل اخويه، على المستوى الفني داكشي هزيل جدا، الشكل ما تما شكل دي شي دي حردودن كديرهم مع شي دي حردودن كدا والو اخي عبد الله والو. شوف غنعطيك انا، شوف بالله الا بدون اي خلفيه، داكشي اللي كتعتقد انه كيضحك راه كتضحك غير انت، نقسم لك بالله الا كتضحك غير انت. ويلا ضحكوا معاك شي جوج راه منافقين كينافقوك، اللي يضحك معاك والله الا منافق اخي عبد الله. داك التحنوشي اللي كتعاود ماشي ديال الكاك وماشي تاع الضحك. هذه على مستوى الشكل. على المستوى المضمون باش تفتح لايف على مغربي بداك الطريقه ما جاياش اصاحبي. ما راكباش عبد الله، ما راكباش. انا نقدر نديرها واش على مستوى الشكل والضحك، والله لو كان نديرها عليك انت والله حتى يتفرجوا فيا 7000 مغربي. لو كان نجيب شي لايف ديالك هكذا وندير عليه انا داك التاثير على المؤثر غادي نشرشمك عبد الله، ولكن ما نديرهاش انا على ولد بلادي. كاين وحدين اخرين غير ديال الضحك، غير ديال الطنز. عرفتي عبد القادر والله الا اللايفات ديالو غير ديال الموت الضحك. خليل الموت الضحك. اما داك مسخوط داك صلاح داك مجلبه زرقاء داك المراكشي تجيب عاود شي لايف ديالو ولا 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 ولا. ولكن ما نديرهاش انا على ولد بلادي يا صاحبي. ما جاياش نطنز على ولد بلادي، ما جاياش، ما راكباش ما جاياش، الا اذا عندك غرض. فهمت؟ اذا كان داك الغرض شخصي قولها ودي انا عندي واحد العقده من شي شخص واحد الوقت دابا كنصفيها مع سعيده برنوس ولا مع الرأي المغربي ولا مع ياسير ولا. فهمت؟ قولها. اما باش تقول لي انك كدير داك الشيء باش تجود التيك توك راه مصيبه صاحبي عبد الله. راه مصيبه واش هذاك هو التجويد ديال التيك توك. وانا سمعت تجويد التيك توك قلت غدير بحال الفرسان كيفتحوا لايفات صباحيه، كيطلع خي عبد الله وجده، كيطلع تما ديكتاتور خاي فيغيتي سي شاكيب، كيطلعوا تما شباب، كيطلع تما الهندوز، سير حتى تطلع معاهم. من كيقولوا التجويد نتاع التيك توك، من كيقولوا التجويد نتاع التيك توك يمشي تما بابار هذاك النيفو نتاع الصباح اكاديمي 2-3 الساعات تمارين. تجي انت في وحده الليل تقول لي انا يا التاثير على مؤثر عبد الله. لو تما المنافقين كيضحكوا بزاخت الوالدين، تما بنادم كيضحك. انا شوف الصراحه انا اللايف الاول ضحكتيني جوج ضحكات. اللايف الاول كاع ضحكت 2 ضحكات. اللايف الثاني ضحكت ضحكه واحده ولا 2. اللايف الثالث لا والو ضحكت النيفو طريبه طايح كاع. المهم ما علينا. فدابا راك نقترح عليك دير اللايف على اسعد الشرعي، داكشي اللي قالوا اسعد الشرعي، وتقول لنا الراي ديالك. واش كتتفق مع الدوله العميقه الملك واش كيحكم ولا ما كيحكمش، شكون كيدير التطبيع شكون ما دارش، واش الدوله ديالنا ضعيفه، واش ماموره من طرف الامريكان ولا من طرف شي وحدين اخرين. فهمت؟ واش سيادي ولا ماشي سيادي. فهمت؟ فتح هادشي اللي بغينا نعرف الموقف ديالك دابا من هادشي اللي قالوا الشرعي. اذا كنت فعلا شجاع وفتح اللايف ماشي تطلع معاك الاخر، لا دير ساعه ونص وانت كتهضر. عابره ضحكت عندك السي سعيد تعصبت وليت نخاف نضحك انا. عابره شوفي بنت عمي اعتذر جدا ياك واعدك ما عمري نتعصب عليك، ما عمرني ما اعدك والله بنت عمي. شوف ناقشي كما بغيتي. مرحبا عابره، مرحبا بنت عمي، مرحبا. واستسمح والله لا اعتذر لك بكل. انا غير تعصبت، ما زعما ما سبيت، ما خسرت هضره ما والو، غير تنيرفيت شويه، ولكن كنوعدك مره اخرى والله ما نعاود وبصدق. اعتذر لك يا عابره، الله يحفظك بنت عمي، الله يكبر بك العز. فين كنا؟ بغينا القروش يناقشوا هذا الموضوع هذا ويقولوا لنا الراي ديالهم، ماشي يفتحوا نقاش، لا يطرحوا اسئله، لا اعطيونا اجوبه.
الأجوبة ابن عمي. ما موقف أسعد الشرعي من السيادة المغربية والقرارات السيادية والموقف نتاعكم من الهضرة نتاعو؟ ودخلوا لهذاك الشيء ديال الملكية السوداء يحكم. عندك كنت نساو الملكية السوداء إلا نسيتوها راه مشكلة. ناقشوا لها تما الصلاحيات الدستورية، فهمتي؟ وسيروا لهذا السيد هذا وكذا وهذه، ومزيان إلا ربيتوه. إلا ربيتوه نتوما أحسن ما تحسب لكم نتوما. وأنا غنفتح لايف غنقول برافو القروش رباو أسعد الشرعي وردوه للطريق. يلا ديروا فينا هذا الخير. حنا يمكن كيقول كنحسدوه، كنبغيو الأسود، حنا بغينا نبانو، بغينا الباز، حنا مصلحجيين، حنا وطنجيين. لا ناقشوه نتوما وردوه للطريق، وشرحوا له بأن القرار كان سيادي نتاع الدولة ونتاع الملك نتاع البلاد، وبأن هذا التدخل ديال الآخرين مع الشعب باش يحرضوا الشعب ويوريوه شنو يدير ما خصوش يكون. يلا والله العظيم. وإلا اعتذر داك الساعة أنا غنسحب من تيك توك، غنعطيكم شهرين تبوردوا كيما بغيتو، ما نبقاش نطلع انا في اللايفات كاع. شهرين تبوردوا مع راسكم. الإخوان شحفت، والله إلا شحفت. يا صاحب البرنامج، اش من تسأل يا صاحب البرنامج؟ ما فهمتهاش انا هادي. صاحب البرنامج شكون صاحب البرنامج؟ لا يمكن يتحدث العز بن عمي لبنى. الله يحفظك لبنى متمر، الله يحفظك الله يكبر بك. الاخوان غدا نقبلوا القسط. اعتذر الاخوان اللي في القسط، والله العظيم انا تحشمت معكم. اعتذر غدا ان شاء الله نتقسط. اش وصلنا لهذه الحاله؟ فين وصلنا للأئمة؟ ما وصلنا لوالو، بالعكس الامور في نقاش صحي، المغاربه كيستافدوا. ها هما الاخوان ما كيعرفوش شنو هما الاخوان المسلمين. والله العظيم الا هكا المغاربه كيسحب لهم الاخوان المسلمين هما زعما خوت، زعما مسلمين خوت. والله الا هكا المغاربه بالله ما عارفينش بان جماعه سياسيه عندها مرشد باغيين يحكموا العالم، فهمت؟ وما كيامنوش بالدول القطريه وما كيامنوش بالدول الوطنيه. والله ما سحبهمش هذه القضيه هذه. هاي دابا واحد العدد نتاع المغاربه ولاو كيعرفوا بان راه ملي كنقولوا الاخوان المسلمين راه ماشي خوت، راه كلنا خوت ومسلمين، ولكن هذوك راه جماعه سميتها الاخوان المسلمين. حتى بالفرنساويه ما تقدرش تترجمها، كتقول الاخوان المسلمين، ماشي لي فرير مزيلمون، لان هذاك سيت ان نون بروبر ما كيترجمش، فهمت؟ بحال سعيد، انا سميتني بالفرنساويه سعيد ماشي اوغو، حيت انا نون بروبر، فهمت؟ باللونجلي سميتني سعيد ماشي هابي. اذا الاخوان المسلمين ما كترجمش، الاخوان المسلمين اسم علم هكا. اول مره نسمعها هو سعيد قالها. شتي اول مره بزاف د المغاربه كانوا كيتبعوا كيقول لهم انا اشرح التبونيين وانا فعلت في التبونيين وليست هناك منصه فعلت في التبون، والمغاربه كيعجبهم الحال. سعد الشرعي راجل هو اش كيدير؟ هو كيوجد راسو باش يقنعك بداك السم اللي عنده، فهمت؟ وانا من المغرب ساعيش في مراكش والحبيبه مراكش وانا مغربي ويمشي كيلعب لك داك اللعبه كامله باش كيدخل لك كيقول لك الدوله العميقه هي اللي حاكمه. شتي على ولد الحرام، شتي على ولد الكلبه، شتي على ولد اخوان. سلام الله عليكم، تحياتي.